الصحة والجمال، لون جديد للحياة. التحدي قوم ودافع عن رأيك والكل سامع. قول لنا الأضرار وطبعا قول لنا ايه المنافع، وابن رأيك عالدليل. قول لنا بأسلوب جميل واسمع الرأي البديل، تلقى نور الحق ساطع. ايه تحدي اهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج التحدي. الحقيقه النهارده معانا مواضيع مهمه جدا، بس قبل ما نبدا حلقتنا احنا برنامجنا التحدي بنحاول نتناقش بفكر راقي. ده الغرض من البرنامج، مش ناويين بقى ان احنا يبقى فيه مشادات كلاميه، لا احنا بنحترم المشاهد وعايزين نوصل فكره معينه. مش هنقول بقى ايه لقد نفذت بطارياتي وانتظر وكده، لا ده كلام كان قديم، لكن احنا النهارده بنتناقش بفكر راقي. عشان كده يسعدنا نلتقي بالفلكي احمد شاهين، عضو الاتحاد الامريكي للفلكيين. اهلا بيك يا استاذ احمد. اهلا بك. ومعانا الشيخ سيد عبد الحي من علماء الازهر الشريف. اهلا بيك يا شيخ سيد. انا يمكن ما قلتش حلقتنا النهارده بعنوان ايه، ولكن حلقتنا النهارده بعنوان المسيح الدجال واسرار المريخ. معلش هنبدا بقى مع الاستاذ احمد. المسيح الدجال طبعا في كلام كتير طلع في الآونة الأخيرة، وفي تصريحات من سيادتك بكلام كبير وكلام كتير، فعايزين نعرف آخر الكلام عن المسيح الدجال، وحضرتك بتقول إن هو ظهر بالفعل، فعايزين بقى إيه الدلالات بقى والكلام كده. الأول بسم الله الرحمن الرحيم. اختلفت الروايات وإطلاق الناس على مدلول اللي هو الكائن الذي سيظهر نهاية الزمان وهو الفتنة الكبرى ما بين المسيح الدجال والمسيح الدجال، فهو الصحيح هو المسيح الدجال. تمام. المسيح الدجال ليست ثابتة بدليل أنه تناقضت زي ما هاتي في الأسانيد بتاعتي. تمام. من السنة والأثر والبخاري ومسلم أنه لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم حديث واحد وأقوال الصحابة والتابعين أنه مسيح العين، وبالتالي هذه الروايات مكذوبة. أما فهو المسيح الدجال، حتى لو فرضا أو مجازا أطلقنا أنه ممسوح العين فهو يطلق عليه المسيح الدجال. تمام. لأنه من المسحاء الكذبة. تمام. لكن المسيح دي ليس لها أصل. ليس لها أصل لتناقض الروايات زي ما هاتي في البتاع، لأن طبعا فهو اللي يطلق عليه المسيح الدجال هو الفتنة الكبرى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم ما بيني وبين قيام الساعة 30 دجالا. كان في دجاجين صغيرين، واثبت الرسول صلى الله عليه وسلم ان اول الدجالين هو الحجاج ابن يوسف الثقفي. نعم. ده بنص الرسول صلى الله عليه وسلم قال اول الدجاجين ما بيني وبين قيام الساعه 30 دجالا، اولهم الحجاج ابن يوسف الثقفي. ويوجد دجالون صغيرون بارتس كده، دجالين اللي احنا بنشوفه في اللي هم الديانات المصطنعه، وفي المدعين النبوه زي الاحمديه، بنشوف دلوقتي في باكستان او الهند اللي هي الاحمديه، وفي المدعين النبوه، وكل دول دجاجله كذابون. اما الفتنه الكبرى والذي بشر به او حذر منه كل نبي في امته، الا ان الرسول زاد عليه انه المسيح الدجال سيدعي الالوهيه. طب هو ظهر بالفعل يا استاذ احمد؟ ما انا هاتي بقى دلوقتي دي الروايات اللي انا بقول عليها. نعم. طبعا المسيح الدجال هو الفتنه الكبرى، هو من علامات نهايه الزمان، وهو خرج بالفعل. انا طبعا صرحت في وسائل الاعلام والفضاءات المصريه والعربيه نعم. والعالميه، بعض وسائل الاعلام، ان المسيح الدجال بالفعل هو الناس يعني المصطلح الناس فهماه بشكل من الناحيه الدينيه فقط، وليس من الناحيه العلميه او الناحيه الدنيويه. فهماه ان هو هيجي اللي هو الروايه بتاعت عليه طيلسان وعليه ويتبعه 70 من فارس وهذه كلها. في روايات ليست من الاسرائيليات او ليس لها اسناد صحيح. نعم. فانا قلت المسيح الدجال في تصريحاتي انه ظهر انه كان في الولايات المتحده. طبعا سيخرج فيكم المسيح الدجال سيمكث في الارض يوم كسنه ويوم كسنه، يوم كشهر، ويوم كاسبوع، ويوم وباقي ايامه كسائر ايامكم. دي مجازيه. اليوم كالسنه هو السنه تعتبر يعني حوالي نقدر نقول 1000 سنه، اللي هو بدايه من الحروب الصليبيه حتى حكم بريطانيا الملكه فيكتوريا، وبعدين يوم كشهر اللي هو بدايه من افول الامبراطوريه البريطانيه حتى حكم الولايات المتحده، ويوم كاسبوع اللي هو حكم بني اسرائيل بدايه من 2001، وبعدين
باقي ايامه وكسائر ايامكم لما هيظهر على العالم من خلال حاكم عالمي زي ما انا قلت، وهيبدا يحكم الناس. فهو كان متواجد بالفعل، هو متواجد في الولايات المتحده. حاليا بقى تصريحاتي انا بقول انه انتقل الى المانيا، حاليا متواجد في المانيا وسينتقل قريبا الى القدس مولده. المسيح الدجال يعني أساساً المسيح الدجال هو اساسا شرقي، يعني هو اتولد في القدس، هو سامري موسى وسافر بعد كده امريكا. لا مش مسافر، هو من المنظرين الى يوم يبعثون، مثله مثل ابليس او الشيطان، من المنظرين، ولكنه الجسد يفنى ولكنه روح لا تفنى. فهو بيتنقل عبر الاف السنين دي كلها من خلال تجسدات في اسماء. هو كان الملك النمرود اللي كان ايام سيدنا ابراهيم، هو نفسه سامري موسى، قال بصرت بما لم تبصروا به بصوره طه، فقبضت قبضه من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. ده سامري موسى اللي صنعه العجل من خلال اثر سيدنا جبريل لما نزل على بالحصان بتاعه والفرس. وفي صور حضرتك جايبها طبعا معاك؟ طبعا. طيب معلش يا ريت الكنترول يجيب لنا الصور ويعرضها عشان كنت ناشلها جريده السياسه الكويتيه. طيب طيب عايزين طبعا نبدا معنا الشيخ سيد. عايزين نتكلم طبعا، انا عايز حضرتك تشوف الصور طبعا ونبدا نتكلم، وردا قبل ما نشوف الصور ردا عن الكلام قبل الصور قبل الصور لغايه ما الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. وبعد الاستاذ احمد في مساله المسيح الدجال، مساله الاسم اللي هو نقطه اتفاق الاول ان ما فيش حاجه اسمها المسيح. نعم. هو الروايات كل الروايات الصحيحه المسيح، ولكن لا يقال المسيح والرقف، انما يقول الدجال. لو قلنا الدجال بس ماشي، لكن لو قلت المسيح حينما يطلق كلمه مسيح يطلق على عيسى عليه السلام. نعم. فلا بد من ان انا اقيده بايه؟ بكلمه الدجال. نعم. والدجال معناه الدجل جاي من الدجل، والدجل هو الخلط والكذب. يبقى الدجال يعني ايه؟ يعني الكذاب الذي يخلط الامور ويكذب. نعم. لكن احنا بنتكلم في امور غيبيه. والامور الغيبيه لا تخضع حضرتك ليت، يا ريت حتى المشاهدين يكتبوا الكلام القاعده اللي هقولها دي. نعم. القاعده هي استقرائيه. الامور الغيبيه لا تخضع للتخمين. نعم. ولا تخضع للاجتهاد، ولا تخضع للتجارب المعملية، ولا تؤخذ إلا من الخبر الصادق. والخبر الصادق هو القرآن والسنة الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحنا بنتكلم في أمر غيبي. والأمر المستقبلي ده من أمور الغيب. ولا يعلم الغيب إلا الله. والله عز وجل لم يطلع النبي صلى الله عليه وسلم على كل الغيب، فالنبي لا يعلم الغيب المطلق. نعم. إنما يعلم الغيب النسبي، يعني في غيب نسبي النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه، لا يعلمه إلا بإعلام الله تبارك وتعالى له. والله تبارك وتعالى يقول عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. يبقى الأصل إن الغيب لا يعلم. نعم. اللي ربنا يرتضيه يعلمه بس يعلمه إيه؟ لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يعني ولذلك ردا معلش انا اسف لقطع كلام سيادتك، ردا على كلام الاستاذ احمد ان المسيح الدجال ظهر، هل لا لسه انا جاي. اصل في تعليق كده، انا احط قاعده الاول كده. نعم. الكلام. نعم. وعلى ذلك لما اجي اخد الكلام في الامور الغيبيه، نعم، يبقى هاخده من نصوص ثابته. القران ما فيش كلام، يعني القران مش هنتكلم فيه صحيح وضعيف، انما الاحاديث. نعم. الاحاديث تكون ايه؟ احاديث صحيحه. وما يكونش الموضوع فيه اتباع للهوى، اخد الحديث اللي على مزاجي واسيب كده. نعم. ولذلك الاستاذ احمد دلوقتي انا بقول له انت حضرتك قلت حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بيني وبين الساعه 30 دجال. حديث صحيح. اولهم الحجاج بن يوسف. لا استنى بقى لا انت جيت هنا بقى في ملعبنا. نص الحديث صحيح. لا استنى، نص الحديث لحد كده 30 دجالا. الحجاج بن يوسف مش موجود ليس في صحيح. هذه تكمله الحديث. لا تكمله الحديث فين؟ اين هو الحديث؟ فين الحديث اللي حضرتك بتقول عليه كده منقوص. انا قلت لا منقوص فين؟ ده منقوص عندك، لكن هو مش موجود في السنه كده. 30 دجالا. الحجاج بن يوسف كان ظالما لكنه لم يكن فاسقا ولا كذابا. حضرتك قلت نص الحديث والنص الثاني تكملته اللي انا بقوله. طب النص الثاني ده فين؟ ما انا بقول لحضرتك اهو. ما الحديث الصحيح. حضرتك الحديث ده منين؟
الحديث ده مذكور فين؟ طيب هو لغايه انت ذكرته الاول يبقى حضرتك اللي تعرف هو حضرتك مذكور متخصص. لا حضرتك متخصص. نعم. انا ممكن لا، اقول لك الصور حضرتك الشيخ لا الازهر. ما انت طب ثواني عارف عايزين نشوف الصور انا عارف دي. بس انا بسالك. الصور بتاعت الاستاذ احمد هذه شهيد. صور تجسد المسيح الدجال، لانه اساسا الجسد يفنى ولكن الروح لا تفنى، فهو يتلقى دي الصوره اللي على الشمال دي. طبعا لا انا جاي لك يتلقى- لحكايه الروح دي الكلام ده. يتلقى عبر العصور من خلال الاجساد. التجسد كان ايام الملك النمور. لا حضرتك بتؤمن بتناسخ الارواح بقى؟ الموضوع ده صحيح. بتناسخ الارواح؟ الموضوع صحيح. يعني حضرتك ممكن بعد كده تلاقي روحك في جسم فار، ده لا مش فار. اسد. لا ممكن في عالم اخر. انا مؤمن بالتناسخ والتقمص والكلام ده صحيح، ملوش علاقه بالهندوس ولا البوذيين، لكننا تتطهر طب الأرواح من استنادك خلال يا أستاذ دخولها أحمد. في عوالم وخروجها في طب عوالم. استنادك في الحاجات دي فالتناسخ ايه؟ والتقمص صحيح. استنادك هقول للحاجه لحضرتك دي. حاجه. هقول لحضرتك حاجه. التقمص ايه؟ وننشئكم فيما لا تعلمون. طب امال اتعلمنا علمتها منين؟ ما هقول لك اهو. لا بس عشان بس ما تفرعش عشان بس. طب ماشي. اولا لا، خليك في تجسد المسيح الدجال ده طيب. تجسده الاخير. تمام. تجسده عبر طبعا كان الملك النمرود وبعدين سميه موسى. وفي ملوك عالميين في ايام الحملات الصليبيه في القرون الوسطى كانت انت فيهم. بتصور بايه ده؟ هقول لحضرتك حاجه دي في مخطوطات قديمه. ايه؟ هذه تجسد دقيقه واحده. هذا كاميرا كام تجسد بيكسل فيه؟ هذا دقيقه واحده بس. هذا تجسد. تمام. الصوره الثانيه دي صوره ابليس. دي صوره الشيطان الاصلي الحيه. الصور دي منين يا استاذ احمد؟ الصور دي من مخطوطات نادره وموجوده في كهوف اكتشفوها في روسيا وسيبيريا وشمال اوروبا. وحضرتك جايبها من على النت ولا جايبها حضرتك اللي صورتها بشكل شخصي؟ الحاجات دي في ابحاث في الغرب أبحاث. معروفه موجوده. احنا نعم. هنا عندنا الغرب دي صوت ابليس الساقط من الشمس، اسمها الملائكه الساقطه. هذه الحيه هنلاقي اللي هو زاحف اكن يعني شبه السحليه او البوليصه لكنه بوجه انسان. طب هذا الملائكه الساقط من الشمس هو الملائكه الساقط، وهو فعلا يتوافق مع المذكور طيب. في جميع ملائكة- النصوص معلش، الاسفار القديمه التوراه والانجيل والقران انه طيب حيه ثانيه واحده يا استاذ التي احمد. اوت ادم وحواء. الملائكه الساقطه يا شيخ سيد، ايه الملائكه الساقطه؟ المصطلح بقى اللي قال المصطلح لا ده عندي، ده يعني حاجه إيه خاصه ملائكة بالنبوات. تمام، نسال يعني الاستاذ ايه احمد. ملائكه ساقطة؟ ما هو في حاجات الدين طبعا في ثوابت، لكن في حاجات الرسول نهى عنها منهاش سكت عنها لانها من امور الدنيا او تدخل في والملائكة نطاق من امور الدنيا؟ او تدخل. لا مش ملائكه، انا بتكلم عن الملائكه الساقطه. يطلق عليها ملائكه لكنهم ليسوا ملائكه. تدخل في نطاق تدخل في نطاق الامور الدنيويه او التي سكت عنها الرسول لانها تدخل في نطاق ويخلقوا ما لا تعلمون وننشئكم فيما لا تعلمون. الرسول صلى الله عليه وسلم والقران لم يدخل التلفزيون ولا الدش ولا السيارات، لكن تدخل ويخلقوا ما لا تعلمون، وعلم ادم الاسماء كلها. فدي حاجات مسكوت عنها لانها ستاتي بعد الرسول، فلو كان قال بها او اخبر بها اهل العرب. الصوره دي صوره ايه يا لا استاذ احمد؟ دي سورة دي مكتوب كلمة قفرة على جبين أحد تجسدات المسيح الدجال، وهو كائن فضائي تم اكتشافه من خلال رحلة أبولو 114 على سطح القمر. الكائن ده بقاله 3000 سنة. رحلة أبولو اللي طلعت على القمر من الولايات المتحدة الأمريكية لقت الكائن ده موجود جوه، والكلام ده على اليوتيوب موجود. لقى كائن فضائي هو دون الصوره دي من وكاله ناسا ولا وكاله حضرتك اللي ناسا؟ جايبها؟ دي رحله ابولو 114 سنه 72. نعم. لقت الشخص ده ومكتوب عليه كفر كده ومسجي وموجود جوه مركبه فضائيه لا تقل عن 3000 عام، وهو دون احد المساعده الدجال اللي هيتم بعد كده اللي هو النزول. طب ارجع تاني اقول ليه معلش المسيح ممكن الدجال. سؤالي انتبني موضوع مكتوب ده أحد كافر مكتوب بالعربي ولا الانجليزي؟ كافه. لا بالعربي. كافه اللي يعمل فيها الختم. فانا اقصد اقول ايه؟ ارجع تاني اقول انا سميته المسيح الدجال ليه؟ لانه سيدعي فضيله الشيخ لما قال انه المسيح لا يقترن المسيح بالدجال. انا بقول يقترن المسيح بالدجال. لا بقول لازم الدجال. بقول لازم يقترن. هو بيقول لازم يقترن. لازم يقترن. طيب تمام. ليه بقى؟ انا بوضح نقطه صح، بس انا اقصد اقول ايه؟ لا ما هو نازل في تجسده الاخير هيدعي انه المسيح عيسى. عشان كده المسيح الدجال صحيحه لانه سيدعي انه المسيح. ده اللي بنقوله ده بالظبط كده. لازم نقول دي النقطه الاولانيه. بالنسبه انه لا توجد نصوص ثابته بخصوص المسيح الدجال حضرتك بتقول، فانا لا استنى ثواني. لا الشيخ ما كملش. اتفضل كمل. انا بقولش بس حضرتك ما ذكرتش الحديث بتاع الحجاج اليوسف الثقفي. ارجع له تاني. انا عارفه، بس حضرتك مذكور فين؟ لا انا ثواني استاذ احمد عالم ازهري، انت اللي تقول لي مذكور في اي نص، البخاري ولا مسلم ولا سنن ابن داوود؟ تمام. اذا كان انت بتقول نص الحديث موجود سلسله دجالا. الحجاج بن يوسف كمل عشان انا قاطعتك. ما بيني وبين افلام الساعه سلسله دجالا. سلسله دجالا صح ولا بس لا؟ الحديث لحد كده موجود فين؟ تمام. موجود فين؟ موجود في كتب السنن. فين؟ في اي كتب؟ ما سنن ابن في أي داوود كتب. الترمذي طيب استاذ موجوده. تكمله استاذ احمد اللي تاخده مني كعام لا يقول لي استاذن سيادتك ثانيه واحده. جماعه واولهم من حاجات الثقافيه. اولهم لا. استاذن سيادتك اكمل كلامك يا فضيله الشيخ زي ما الاستاذ احمد كمل عشان احنا قطعناك في النص. طيب انا بقول لك ان الحجاج بن يوسف لم يذكر بهذا اللفظ في الحديث. حضرتك بتدافع عنه ليه؟
ده معروف. حضرتك تقول انا بدافع عن كلام النبي مش عن الحجاج. معلش احنا معلش بقول لك كان ظالما لكنه لم يكن كذاب. عايزين ندي الفرصه